الخميس. وكمان هنعمل تفتيح على باكج الانتقالات بحثا عن الثلاثي المميز جدا مرموش وولكر وكفارا. ولكن قبل كل ده تعالى بقى نبدا مع نجوم الاسبوع يا صديقي، اللي للاسف طبعا مش هيكون معانا فيه اي لعيبه من الدوري الانجليزي. ده طبعا لان الاسبوع الحالي كان فيه توقف في الدوري الانجليزي ومفيش اي مباريات اتلعبت يا صديقي، ولكن باقي الدوريات شغاله عادي جدا. ونيجي بقى لاول التوقعات اللي معانا وهو اراوخو يا صديقي، اللي بيتالق جدا في الاسبوع الحالي. وطبعا برشلونه بتفوز برباعيه نظيفه على سوسيداد، واراوخو بقى بيسجل هدف براسيه بعد متابعه منه للكوره، وكمان بيصنع هدف تاني او اتحسب ليه صناعه هدف تاني بعد ما الكوره خبطت في ليفا ودخلت جول. فالهدف اتحسب لليفا يا صديقي والاسيست لاراوخو. ده غير طبعا الاداء الدفاعي المميز جدا اللي كان بيقدمه في المباراه، وخروجه هو وخط الدفاع بكلين شيت وعدم استقبال اي اهداف. وعموما يا صديقي هو من المدافعين الاندر ريتد جدا في اللعبه، يعني دايما اداؤه بيكون اعلى بكتير من طاقاته في اي نسخه ليه. اما بقى اللاعب التاني فهو طبعا عثمان ديمبلي، اللي بيرجع من تاني لمركزه الاساسي جناح يمين، وما زال برضه منفجر تماما وبيقدم مستوى خيالي. يعني بنشوفه بيتسبب في الهدف الاول عن طريق تسديده منه، ولكن بيصدها الحارس ويكمل عليها باركولا ويتسجل منها الهدف الاول في المباراه. ثم بعد كده بقى يخش يسجل كمان هدف في المباراه، واخيرا بقى بيصنع الهدف الرابع في المباراه لديزيري دوي لاعب الوسط اللي بيسجل هدف جميل جدا. وبالرغم من كل ده صديقي الا ان كونامي ممكن جدا ما تنزلش عثمان ديمبلي برضه بسبب نزوله الفتره اللي فاتت دي بشكل كبير جدا. وساعتها بقى ممكن جدا نشوف لاعب الوسط ده اللي برضه كان من نجوم المباراه وقدر يسجل هدف ويصنع هدف وقدم اداء ممتاز جدا في نص الملعب. اما بقى اللاعب اللي بعده فهو بكل تاكيد لازم يكون كينجسلي كومان، وده لاسباب كتيره يا صديقي مش سبب واحد. اولا كده سجل هدف في منتهى الجمال، يعني ضغط على المدافع خلاه يخطئ في التمرير، وبسرعته العاليه جدا بيوصل للكوره قبل الحارس وبيسجل هدف يا صديقي ما يعتبرش سهل اطلاقا. يعني الكوره من زاويه صعبه وجسمه مش معدول وكانت ممكن تضيع عادي جدا. عموما كده الهدف كان جميل جدا ومش بنشوفه كتير طبعا. ده بقى غير ان كومان يا صديقي بقاله فتره طويله مش بيتالق مع البايرن، فبالتالي طبعا بقاله فتره طويله جدا مش بينزل معانا في نجوم الاسبوع النهائي. وبالرغم من تالق مايكل اوليزي اللي برضه سجل هدف جميل، ولكن ما اعتقدش ان كونامي تنزل اوليزي لان بنسبه 99% كومان هو اللي هينزل. واتمنى تكون نسخه جامده كده ليه، لان بصراحه كومان من اللعيبه اللي كل نسخ نجوم الاسبوع بتاعتها قويه جدا. هي قليله ولكن اللي جربها عارف انها في منتهى القوه. اما بعده بقى صديقي فهو جميل قناص دوفبيك اللي بيقدم برضه مباراه مثيره جدا مع روما، وده بعد ما نزل في شوط المباراه الثاني وقدر يحسم اللقاء لروما بتسجيله هدف الفوز في الدقائق الاخيره، ولكن حسمها دوفبيك. اما اللي بعده يا صديقي فهو السوبر الصب والجوكر الاقوى في اتلتيكو مدريد ماركوس يورنتي، اللي بينزل كبديل هو والفاريز علشان يشوفوا حل في المباراه الصعبه جدا. وبالفعل يا صديقي يورنتي بيصنع تمريره سحريه من بين المدافعين وبيدخل الفاريز يسجل بكل سهوله. وبالرغم من الهدف جميل من الفاريز ولكن اسيست يورنتي في حته تانيه خالص. كمان معانا اسكو اللي بينفجر تماما امام ريال مدريد ولوحده كده بيحسم المباراه تماما. يعني الهدف الاول كان اسيست منه من ركنيه عمل عرضيه ممتازه جدا على دماغ زميله وبيجي منها الهدف الاول، ثم بطريقه غبيه جدا بقى يرتكب روديجير ضربه جزاء ويدخل اسكو بقى ويسجلها طبعا، ويبقى كده الهدفين برعايه اسكو. وطبعا كان افضل لاعب في المباراه وبكل تاكيد هنشوفه معانا يوم الخميس القادم. كمان يا صديقي لو ما جالكش ليليان ترام من باكج الايبك ده بحب اقولك ما تقلقش، لان يوم الخميس هيجيلك ابنه كيفرين ترام اللي تالق جدا بقى لما سمع ان ابوه نزل معانا في الاسبوع ده قال لك لازم انزل انا كمان، ويسجل هدف جميل لليوفي ويشارك طبعا في الفوز بثنائيه نظيفه ويقدم مستوى مميز في نص الملعب وكان كمان افضل لاعب في المباراه. وبالشكل ده كده يا صديقي يكون دي توقعات باكج نجوم الاسبوع ليوم الخميس القادم. طبعا اكيد غياب لاعبين الدوري الانجليزي مؤثر جدا على الباكج ده وقوته، ولكن الى حد ما عندنا برضو كام لاعب كده يعتبروا كويسين. وطبعا هيكون لنا فتحه مجانيه على الباكج، ما تنساش بقى تقول لي هدفك هيكون مين منه. ودلوقتي يا صديقي تعالى بقى نخش على باكجات امبارح طبعا، ولكن قبل ما نفتح باكج الانتقالات ده تعالى بقى اوضح لك كده مميزات الثلاثي. مبدئيا كده مرموش بيوصل 100 مع معظم المدربين البوستر اللي في اللعبه و99 مع المدربين اللي مش بوستر، فبالتالي يا صديقي دي هي اقوى نسخه لمرموش نزلت في اللعبه. ده غير بقى انك بتتكلم
بنتكلم على جناح عنده الوعي الهجومي 88 والفينش 85، يعني ده مش هيضيع قدام المرمى، وتحركاته كمان هتكون مميزه جدا في ظهر المدافعين، كمان سريع جدا يا صديقي والمراوغات عنده ممتازه، وهو جوكر طبعا بيقدر يلعب معاك في اكتر من مركز، فهو بالنسبه لي مش مجرد جناح مميز، هو ممكن تقول كده عليه من توب الاجنحه اللي في اللعبه، اللي مش ايبك طبعا، يعني ده ترتيبه وسط اللعيبه الاجنحه الهايلايت، ممكن يكون من افضل 5 اجنحه في اللعبه، فهو جناح متكامل اكيد، ولو طلع لك ممكن برضه تجرب التطويره دي، يعني التطويره دي بتخلي التسارع عنده قوي جدا، البالانس برضه بيترفع علشان يكون خفيف معاك في الحركه بالكوره، الوعي الهجومي طبعا بيكون رهيب زي ما انت شايف كده. اما وولكر بقى صديقي فهو بالنسبه لي مش افضل ظهير ايمن ممكن تلعب بيه، ولكن لو طورته كمدافع بيكون بقوه مدافع 101، وده كده بيكون شكل طاقاته طبعا طاقات جامده جدا، يعني السرعه والتسارع خرافيين بالنسبه لمدافع، وطاقات دفاعيه كمان مميزه جدا، وهيكون اقوى بكتير لو هتلعب بيه في خطه ال3 مدافعين، ويخليه هو صديقي المدافع اللي على اليمين. اما كفارا بقى فالريت الاجمالي بتاعه 100 وبيوصل 101، ولكن مع مدربين قليلين مش كتير قوي، بوستر طبعا وطاقاته تعتبر كويسه جدا برضه، ولكن انا بالنسبه لي لو هختار ما بينه وبين مرموش فاكيد يا صديقي هختار مرموش، ولكن ده مش علشان اي حاجه، اقسم